وكده، وسبتي عشان كان لازم امضي القعد معاهم. ما فيش حاجة في الفيلم تقول لي لا، يعني حد تقول لك لازم تصوريها عريان لازم تصوريها عريان، حد هتقول لك تصوريها في الحاجات اللي بالنسبة لي مش كويسة لازم تصور. وانا عشان كده مشيت من سينما في موسكو، عشان بالنسبة لي فن ده حاجة، واحدة عريانة دي حاجة تانية. ده موضوع وده موضوع، فن يبقى فن. طيب ظهورك يا سوفينار في الاول خالص، انت كنت عايزه الناس تعرفك مهما كنت شغاله في اماكن او عندك افراح كانت يعني الحجم بتاعها مش كتير. انت دلوقتي الله اكبر يعني. الله أكبر. بقيتي دلوقتي في افراح الدنيا. بصوا يا جماعه دلوقتي ما بتعملش فرح لكل المستويات من الصف والغيره، غير ان الرقاصه بتاعت الفرح دي سوفينار يعني، بس تلاقوا ميعاد. ايامها بقى يعني الشغل بتاعك كان اقل من كده شويه، بيعرفوكي ناس قليله في فرح، في حفله، في المكان اللي انت بتشتغلي فيه او كده. الحجم ده ما كانش قادر يقدر موهبتك قوي، يعني انت كنت بتعملي اقصى ما في وسعك في موضوع ممكن ما يبقاش مستاهل، يعني ايه ما تعبش نفسي، ممكن اقف كده عادي كده لغايه ما يعدي التايم بتاع الاوردر وخلاص. انت ما بتعرفيش تعملي كده. حتى لو هتطلع المسرح ميتة هيصحى من موت وهشتغل. حب للمهنه، حب. مينفعش عشان الناس بيتفرج عليكي ومستنين منك حاجة جميلة، مم. مينفعش انتي تعمليها اي كلام وتنزليها. مم. طب حسيتي ان لازم. انت هتنجحي بسهوله في موضوع الرقص الشرقي؟ كانت المدخل بتاعك اغنيه وربنا المعبود اللي اتعملت، وهي يمكن الاغنيه كلامها نفسه هو اللي علّى من سوفينار الليدي از ليدي الاموره الجميله. البنات حاطين صورك على الفيسبوك مكانهم، شالوا صورتهم وحاطين بقى الكلام ده. وبعدين انا بستغرب من حاجات غريبه جدا، او يمكن احنا بحكم علاقتنا وان احنا زي ما انت قلتي للناس كده والشركه هروح البرنامج ده عشان ده ابن خالتي من ارمينيا اصلا. احنا عشان اصدقاء وكده شايفينك يعني انت عارفه الشباب كده، ها فاهماني ولا مش فاهماني؟ اللي مشي وراكي كلهم دول زي التجربه الدنماركيه. حاسه بالحته دي؟ حاسه ان الشباب معجبين بيكي قوي، شايفينك حلوه قوي؟ انت وشك احمر ولا ايه؟ احرجتي؟ ها؟ عندي دلوقتي عرسان كتير بجد؟ من 10 سنين لغاية 20. وبيقولوا بيدخلوا على الجواز على طول؟ بيقولوا لك ايه؟ احكي لي مواقف. انت الافراح كتير قوي اليومين يعني دول، قولي. حاجات غريبة لشباب صغيرين خالص امم بتجري ورايا عشان هنصور. بيبقوا عايزين يتصوروا معاكي. اه. حابه ان الناس تتصور معاكي وحابه الشهره اللي حصلت دي؟ آه، يعني انا طبعا مبسوطة في الموضوع، بس في حاجات مثلا لو تطلعي من افراح وطابور واقف عشان تصور معاك وكلهم وعندك شغل رجالة، بعده. وطبعا عندي شغل بعده. كلهم رجاله؟ انت قلتي كلهم رجاله. يعني خلينا في ستات كمان ايوه. وبنات كمان، بس الرجالة هم بقى مش عايزين تستنى لغاية كل واحد صور واحدة واحدة، كلهم عايزين مني ايوه مع ده بعض بيقلقك شويه. وبيخوفني اه وانا خلاص خايفة بيطلع. طيب انا معلش انت فتحتي معايا موضوع هحكي لك فيه بمنتهى الصراحه. زي اي نجمه بتتشهر حلوه، خلاص الرجاله تبقى حباها والستات مش بيحبوها، بيغيروا منها. قيسيها زي ما انت عايزه. الموضوع ده حسيتيه يعني لما تلاقي في الموضوع فرح ده كده راجل يعني وجنبه مراته؟ بص الحته دي وهو قاعد عمال يبص كده، تلاقي مراته آه قاعده بتبص ازاي؟ هقول لك حاجة، يعني قليل جدا اه للستات مش بتحبيني، قليل جدا. اه كل الستات بتحبيني الحمد لله. تمام. ليه؟ عشان هم شايفين لو انا في الفرح ولا في الحفلة مثلا قدامي 100 واحد راجل وفي 2 3 ستات، انا هيرقص قدام الستات، امم مش في دماغي هيرقص قدام راجل الرجال، يعني. مش في اوكي. دماغي. اه وهم بتحس الموضوع لي انا بشتغل وعايزة الناس تتفرج على فن، مش الناس تتفرج على على جسم، على جسم، صح؟ اه
الناس انت عارفه ان الرقاصه بيحاولوا في المجتمعات دي يبصوا على جسمها، انت عايزاهم يبصوا على الفن بتاعك، وده يمكن اول انا حاجه مستغربه. انا على طول عندي تمثيل مع رقص، اه. تمثيل. مم. عشان كده مينفعش الناس تتفرج عليا بس عشان الجسم، عشان وشي بيتكلم. اه. طيب انا عارف موضوع وشك ده، وتحديدا في ربنا المعبود انت اخترعتي المواضيع بتاعت العينين وهي حركاتك يعني بعيد عن التصوير، ولكن خليني في موضوع القشاش. عايز اروح لمفارقه غريبه، هي انت اللي فتحتيها، هنط الجزئيه دي واروح لها. ان انت مش حابه الناس يتفرجوا على جسمك، والغريب الغريب ان ما بتبقاش رقاصه، ما بتبقاش بلاي دانسر، بتبقى ممثله وتطلع ببدله رقص عشان تلفت النظر. انت بلاي دانسر اصلا، انت رقاصه، انت من ارمينيا، ولكن ظهورك في القشاش كان بفستان. نفتكر كده الاطلاله بتاعتها، ازاي تاخد قرار ان هي تطلع بفستان في اول ظهور ليها، مع ان هي اصلا راقصه شرقيه جزء من القشاش. ونرجع مره. طب خلينا نعلق على ده، خدتي ليه القرار ده بقى عشان افهم؟ خدتي قرار انك تلبسي فستان مش بدله رقص؟ اول حاجه عشان دي كانت فرح شعبي، ومخرج برضو كان تفكر لي هنطلع مش بالبدلة، هنطلع بالفستان، واحنا قررناها مع بعض وعملناها ودماغك كده. برضه، ما انت سوسه، انا عارفك من زمان، قلتي كله بيعمل كده نعمل غير كده، صح؟ اه دماغك اوكي، فاكره اوكي دماغي بتاع اوكي روسيا. ذكريات جميله مع سوفينار. طيب خليني ارجع بقى للصحافه. اوكي، كتبت عليكي اول ما حد بيظهر كده بيحصل حاجات كتير. ايه اكتر حاجه لفتت نظرك؟ اشاعه طلعت عليكي انت استغربتيها، غير ان مش عارفين يقولوا اسمك، يعني ايه اللي اتقال عليكي انت قلتي ايه ده، هم بيقولوا كده ليه؟ ايه اشاعه؟ اول حاجة طبعا اللي انا سمعت وعرفت في النت كان مكتوب من 10 ايام ممكن امم ولا حاجة ايه كده. بقى؟ كانت مكتوب لي سوفينار اصلي مش ارمنية، سوفينار يهودية. بدأوا يشتغلوا الحته دي، ما وصلتنيش. اه انا تمام. ضحكت طبعا. اه. اه. بس في الحاجة تاني فكرتي طيب ممكن في ناس هتفكر هي بجد يهودية. اه. اه. الله، ربنا يستر. ربنا يستر. النجاح دايما ليه حاجات مش لطيفه بتحصل جنبه كده، والشهره، اه اه، صح؟ بس هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اه. طيب معلش انا بس قبل ما انسى عايز اقول ان الاغنيه اللي اتذاعت في القشاش دي اللي غناها الفنان حماده الليثي، وحماده ده اخونا وحبيبنا، هي هتتكلم طبعا عليه اكتر. وواحد بقول لكم من اهم الاصوات اللي بتغني في مصر، قدراته في صوت مش طبيعيه حماده، وهو الاخ الاصغر لمحمود الليثي. ربنا يكرمك يا حماده. وحققت بالاغنيه دي طبعا في بعض المسابقات رقم واحد وكده. واتحملت في يوم من الايام، احكي لكم الحكايه دي ولسه احكيها لها. جالي في يوم وقال لي بص البتاع متحمله على قد ايه في اليوتيوب. قلت له عشان بيتفرجوا على سوفينار، هم عشان بيسمعوك. اه. هتقولي ايه على حماده وصوته؟ فنان كبير. طبعا اول حاجة هو اخويا كبير. اه. حبيبنا وفنان كبير، انا بحب صوته. وعلى فكرة انا بحب الحمادة مش في الشعبي، انا بحب الحمادة اللي لو انا بشوف حمادة في مسرح على طول حمادة انا عايزة اسمع منك جبار. امم بحبه مثلا من صوته حمادة قوي جدا وحلو في نفس جبار. الوقت. مش مش كل المطربين تعرف تغني جبار. طبعا. جبار. الله عليك، ده انا هسمعها منك جبار دلوقتي دي، انا لازم اسمع صوتك لا لا وانت لا 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 بتتعقد. لا, لا. انا طيب. طيب خلينا. هنجيب حمادة بقى. لا هخليك والله تقولي حاجه دلوقتي. فاكره زمان كنت تمسكي المايك تقولي لي الناس بتضحك عليا لما بتكلم؟ دلوقتي وهعرف منك انت ليكي دور في الفيلم اللي جاي مع دولار ان شاء الله. طيب خليني في بس الصحافه. برضو ناس ممكن تضحك عليا عشان كلامي مكسر. لا حلو برضه شغال، ما انت ما تتحطي في توظيف انا صح في موجودة الدور. في الفيلم كوميدي اهو. اه. طب كويس، اعملي اي حاجه. بيضحكوا الناس فعلا لما انت بتتكلمي في المايك. كان الموضوع ده بيزعلك يعني لو انت في لايف
تمسكي المايك تقولي حاجه تقولي لا الناس بتقعد تضحك وانا مش قصدي ان اه هم يضحكوا. طبعا عشان انا بتكلم بس مكسر. هسمع منك جبار دلوقتي، انا لا لا واثق لا، انها هتبقى انا مش فظيعه. حماده، ها لازم طيب حماده. طيب ده انت محتاجه اجراءات امنيه. شفتي بقول لك الناس مشيت وراكي ازاي. النهارده هنمشي بطريقه كده عشان نمشي في مدينه الانتاج. صافيناز زي ما هم كاتبين غلط، صوفينار يا جماعه، صوفينار، نار. صوفينار، صوفينار، نار. صوفي نار. بص ركزت في نار دماغ. طيب طالع منك تصريح بيتقال فيه، ده اللي مكتوب هنا: راقصة مشهورة هددتني. ومعايا عشان ما نلفش وندور كده، لان انت خدتي دلوقتي مكانه رقم واحد السوق اللي بيقول، وكم الشغل بتاعك والافراح والحفلات وسفرك بره مصر كمان. فخلينا نجيب، انا بحب اجيب الطريق القصير، ما بحبش الف وادور وانت عارفه. تمام. بيتكلموا على الراقصه، سموكي الراقصه الصاروخ الارمني الذي يهدد عرش دينا. الكلام ده كان اول حاجه نزلت عليكي نيوز في خبر. سوفينار ده كاتبينه صح، الصاروخ الارمني الذي يهدد عرش دينا. نزل عليكي اهي الراقصه الارمنيه المغموره ايامها، يعني دلوقتي كل الناس طبعا تمام، التي تهدد عرش دينا. وقبليها قال في تهديدات ان في رقاصه بتهددك وكده. قولي. آه، مم. اول حاجه انا عايزه اقول لي انا بحب دينا قوي. مم. وطبعا بالنسبه لي مفيش واحده ولا انا ولا غيري هتاخد مكان الدينا، تمام. عشان دينا فنانه كبيره معلش برضو، بس عوامل السن والتعرية برضو، يعني الواحد لما بيكبر هيبطل. مش كل الناس هتفضل في مكانها طول العمر. يعني انا في وقت من الاوقات هسيب بالنسبه مكاني لي لغيري. هي حلوه. انت عندك كام و سنة صحيح؟ نسيت اسالك السؤال ده. لسه بلاش صغيرة. بقى، طب بلاش خلاص. بقى. طيب قولي. ها بتحبيها؟ انا بحبها. اتعلمتي الكلام ومش بتاع المصريين. قولي. مش بحب حد اتكلم في الموضوع. انت دلوقتي في مكان دينا، لا مفيش واحدة بتاخد مكان تاني. مم. يعني انت دلوقتي بتفكر واحدة تعرف تاخد مكان سامية جمال، ولا تعرف ما تاخد مكان سهر زكي لا بس بعد ما هي بطلت في حد استلم منها. مثلا، ما تردي وحد عليا، انا تاخد بسأل سؤال مكان ردي عليا. فيفي عبده. لا لا، ماشي. عشان ما هي كده بطلت فيفي فطلع مكانها دينا. خلاص. بس دينا لسه موجودة في الشغل. ويعني أنا نفسي بحب أتفرج على دينا. امم تمام. يعني انت بتحبي تتفرجي عليه. اه طيب كويس، ما عادي حد خد وقت، ده شيء جميل جدا. وانت قد ايه اتعلمتي ذكاء الفنانين المصريين في الردود، وبرافو عليكي، برافو يا أنا سوينار. برد عليك برافو. من لا قلبي والله. على فكرة. لا بس انت من مش غير عارفه. لا تمثيل، والله أنت ابدا. تعرف من زمان أنا انا بحب عارف. الدينا. انا عارف. لا انت بتحبيها، وكنت بتقولي لي ان تقريبا في مصر انت ما كنتش مقتنعه في الوقت الحالي بواحده بترقص بجد الا دينا. هو انت زمان خدتي جوائز وحاجات زي كده؟ جايزه رقص شرقي في اي مهرجانات وكده؟ طبعا كنت على طول بسافر من بلدي على مصر عشان المهرجانات. اه. كنت وبعد بحب الشهرة اتفرج الأخيرة على، دي. وكل شوية كنت موجودة في ساميراميس عشان اتفرج على دينا. اه ما هي كانت في النايت بتاع سميراميس فعلا، كنت بتتفرج عليها. طبعا اه. طيب كل سنة لازم كل سنة تنزل مصر عشان كان اتفرج على عندها دينا. حركة شهيرة بتميزها، هي بتعمل حركة يعني دينا بتميزها هي. دينا عندها كام حركات محدش تعرف تعملها. في كتير رقصات عايزين تعمل نفسه، محدش تعرف تعملها. دي اه. ستايل الدينا. اه. انا باليرينا قديمة، مش ممكن انا اعملها كمان. الله عليكي، الله عليكي وعلى الجمال. ده انت بقيتي كل فظيعة يا واحدة سوفينار. كل انت بقيتي واحدة ذكية قوي يا سوفينار. كل واحدة لأن انت عندهم بتعملي حركات. حركات دلوقتي بتتقلد في كل مكان، انت اللي اخترعتيها. لكن لما جبتي سيرة دينا رحت قايلة دينا بتعمل حركات، انت ما بتعرفيش تعملي حركة. انت اللي ظهرت هنا دي ما بتعرفيش تعملي حركات. اه اه. تمام. عشان عجبني ذكائك قوي في المقابلة دي. كل واحدة عندهم ستايل معين. اه. ستايل اللي هي عندها واحدة تانية مش عندها، حتى في لو باليرينا. اه.
كل واحدة عندها ستايل معين. اه مثلا أنا عندي ستايل، ممكن مثلا في كتير رقصات دلوقتي عايزين أعمل زي سوفينار، بيعملوا بس ما بيتطلعش زي ما هو، اه بيطلع التقليد مش زي بيطلع الاصلي. بقى مكسر. زي أنا بيتكلم عربي مكسر بس اه بيتكلم أهو. اه شغال برضه، وده اللي شغال. هيخليكي تمثلي بعد كده. اللي قولي لي العيله بقى، لان انت من اكتر الناس اللي نسقت معانا الحلقه دي يعني يا جماعه. كانت اختها على فكره هرمينا، صديقتنا واختنا العزيزه يعني من موسكو، اللي هي قدرت تعمل الكونفرنس بيني وبين سوفينار. كانت واقفه جنبك في مرحله بداياتك جدا. هي اصلا شغلها ايه هناك في موسكو؟ هي عندها بيزنس محل اللبس اهي والشانات الصورة معانا اهي، طبعا هرمينا اهي جنبك، وماما، هي ماما معاكي هنا. ايوه. هندخلها في الاخر كده يا جماعة، يا ريت مامتها تبقى موجودة معانا. احكي لي على هرمينا معلش، لان هي آه. دايما كانت مقتنعة بيكي جدا يا صوفي. هي بتحبيني قوي، واكتر من بتحبيني بتحب الفن مني. اه عشان كده انا مثلا لو بترقص في الجبار ولا بترقص على اي حاجة كده دراما، هي قاعدة بيبكي. امم بيقول انت يا اختي، انت تعرفي ليه انا بتمثل؟ امم انت بيبكي ليه؟ اه مش قادرة تتمثليها صح وانا مش قادرة، قاعدة بيبكي. بس كانت عندها مقتنعة بان انت هتوصلي للحتة اللي انت عايزاها. عندها قناعة دايما ان انت حد هيبقى هنا. هقول لك، انا كنت صغيره قوي، هي كانت عندها في دماغها هي سوفينار هتطلع فنانه امم هي على عارفة طول كده. من زمان. عموما هرمينا يعني عشان على اليوتيوب بعد كده انت بتفهمي عربي برضو. عايز اقول لك جبنا سيرتك اهوت، ومتشكرين على تنسيقك لينا في الحلقه دي. اخيرا ممكن ناس كتير قوي تسالني سؤال. احكي لي الاول وهسالك السؤال في الاخر خالص. انت الفيلم اللي جاي انت مضيتي مع دولار او سينشري، نفس الشركه اللي عملت القشاش حاجه؟ ايوه، مع عملتي دولار ايه؟ عندنا طبعا. عملنا ع- عقد جديد على فيلم اللي جايه، ان شاء الله هنصور قريب جدا. هتمثلي بقى فيه؟ طبعا. بجد قالوا لك ايه؟ قالوا لك ايه على المشاهد؟ بجد هتاخدي مشاهد تمثيليه؟ دور أجنبية، اه لغاية بقى ممكن ربنا يكرمني سنة سنتين هتكلم زيك انت كويس. بالظبط لا لا مثلا، بس انت زي واقفه عند المصريين. لا بس هي انت بقالك شويه بتتكلمي بنفس الطريقه، يمكن يتحسن. بس هو افيه انك بتتكلمي كده. سؤال من ناس كتير جدا: ايه الحاله العاطفيه بتاع السوفينار؟ الحب اخباره ايه؟ المعجبين عايزين يعرفوا. ها؟ وانا عندي واحدة عشان هتخلي دماغي تفكر في الحب. مفيش وقت. شغل شغل شغل. شغل ولا كل في يوم. الموسكو مفيش. بتاع ايه المشروع بتاع مفيش. الموسكو بخ؟ ايه؟ مفيش. مفيش. مركزه لايه؟ عايزه ايه يعني؟ لو مفيش الحب يبقى مركزه عشان الايه؟ طبعا انا دلوقتي دماغي بتفكر في الشغل في اه الفن. اه بص المفاجأة دي، مامي اهي. الو. الو مامي، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ ممكن تبقي جنبيها هنا كده على نفس البتاع. ايوه ده زي ما انت اهو. خليها جنبها هنا جنبيها. هنقفل عشان انتوا مع بعض على فكرة. اللي هي حكيته معايا من شوية يا جماعة، هم أسريا قريبين من بعض جدا. وليكي أخت أصغر اسمها ايه؟ اسمها أرمينة. صح، ارمينا الصغيره. اه. صح، زي النادي زي المصري كده، والنادي المصري ايوه ارمينيا ارمينا. ايوه. صح. بتفكري بكره في ايه؟ وحابه تبسطي ماما ازاي؟ وانا عارف ان انت حابه اهلك قوي وحابه مامتك وعارف انك طيبه معاهم يعني. طبعا. حابه بكره تعملي لهم ايه؟ تفرحيهم بايه؟ هم طبعا فرحانين في الشغل، عشان دلوقتي هم شايفين لي انا كنت بتتعب 22 سنة في المسرح، راحت مش ببلاش. اه وصلت على حاجة كويسة، ماشي مش في الباليه، رقص شرقي بس جميل. انا مبسوطة اكتر انا موجودة في الرقص الشرقي، عشان بحب كل حاجة شرقي. اه اخر حاجه عايز اسالها لك، كنا بندردش في وقت اللي كان فيه اخوان في مصر، وانت كنت حاسه بقلق. انت فدتيني كمذيع جورناليست يعني في معلومه،
لما قلت لي، وانا قلتها عندي في البرنامج بس ما قلتش ان انت اللي قايلها لي، ان زمان ايران كان فيها فن. الفن ده مع الناس الاخوان هناك والناس ايام ثوره الاسلاميين مشوا كلهم، راحوا كلهم فين؟ راحوا امريكا. امريكا. اه ما بقاش في فن ايراني، كلهم راحوا لا، فين؟ كلهم رايحين امريكا، كلهم موجودين في امريكا. ولا فكرة فنانين جميل وفنانين كبار بس. كنت حاسه ان ده ممكن يحصل هنا في الوقت اللي كان فيه اخوان؟ مثلا كان في ناس بتتكلم في الموضوع، انا قلت لها ما ينفعش في مصر. الناس مش ممكن عايشين في مصر من غير غنى ومن غير رقص. هو ده الفن. ما ينفعش. تنورتيني. بالظبط مصريين. تنورتيني، وكانت ناس كتير قوي عايزه تتفرج عليكي. ماما ممكن تقول اي حاجه ولا انت تقولي على لسانها؟ عشان اكيد انا ما بعرفش روسي ولا ارماني. قولي لي عايزه تقولي ايه؟ قولي لي عايزه تقولي ايه؟ اسكر. قولي لي عايزه تقول لنا حاجه؟ این چه سوزوماسس آرابریکا اینجور میباناسس. مش عايزه تقول حاجه؟ يلا ربنا يخليها لك وتفرح دايما بيكي. وسوفينار، كلمه اخيره قوليها لجمهورك وانا بختم البرنامج، تقولي لهم ايه؟ يستنوا ايه؟ طبعا شكرا قوي استاذ احمد. حلو انا أستاذ بحب دي. البرنامج بتاعك قوي، ربنا يخليك. ومبسوطة عشان موجودة في البرنامج، وبحب كل الناس اللي بتحبيني، حتى لو في ناس مش بتحبيني بس انا بحبكم برضو. ايوه. تشاو. جات رسائل كتير كانوا شكراً. مستنيين ناس. البوسه اللي اديتها لهم سوفينار دي على فكره، عموما قلت لكم من اول الحلقه حابب ارفه عن نفسي قبل ما ارفه عنكم. مخنوقين بقالنا مده نتكلم في مواضيع ليها دعوه بالفن، حاولت ابعد عن السياسه بس